السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريد 4. أهلا وسهلا. النهاردة هنبدأ في الساينس، هناخد بارت 2 من lesson 1. هنبدأ نتكلم عن حاجات مهمة جدا. عايزين كتابنا معانا والقلم بتاعنا علشان لازم نحط خط تحت النوتس المهمة اللي هقولكوا عليها. طيب، عايزين نبدأ النهاردة. طبعا احنا اخدنا قبل كده الادابتيشن، عرفنا ايه هي معناها، مين يقدر يعمل adaptation، يعني ايه ايكو سيستم، واخدنا 3 living organisms يقدروا يعملوا adaptation، وعرفنا يقدروا يعملوا adaptation ازاي. طيب، النهارده هندرس مع بعض البنجوين، وهنعرف ازاي البنجوين يقدر يعمل adaptation علشان يعمل survive in cold environment. يعني ايه؟ من العنوان كده اقدر اعرف ان البنجوين ده عايش في cold environment. يعني ايه cold environment؟ يعني جو برد قوي. طيب، مكانه بقى اول حاجة هاخدها هي الهابيتات بتاعته. يعني ايه هابيتات؟ الهابيتات بتاعته يا حبايبي يعني هو عايش فين. يبقى الهابيتات هي عبارة عن environment where living organism live in. يعني الهابيتات بتاعتي انا عايش في بيتي، سواء بيتي ده في مصر سواء في اي بلد تانية. تمام. طيب، الهابيتات بتاعت الايه بتاعت البنجوين فين؟ ايوه شاطرين، بيعيش في الانتاركتيكا، والمنطقة دي عبارة عن بولر كلايمت. يعني ايه بولر؟ بولر يعني قطبي، يعني تلج على طول. تمام. تمام. زي ما احنا شايفين هنا في البيكتشر دي انه البنجوين ماشي حافي يا عيني عليه، لا بيلبس جزمة ولا بيلبس شراب. طب يا ترى بيعيش ازاي؟ يلا بينا هنعرف دلوقتي. اول حاجة خالص، البنجوين ده عايش في المنطقة دي، يعني عرفنا ايه هي الهابيتات بتاعته. طيب تمام، عايز بقى اجي ادرس ازاي بيعمل adaptation مع المكان اللي هو عايش فيه. فبيقول لي انا وانا بتكلم عن البنجوين، وده اول نوع من انواع الانيمالز اللي هتكلم عنها، اول حاجة خالص لازم اعرف البادي بتاعه بيعمل ايه والفيت بتاعته بتعمل ايه. اوكي، لو جينا شفنا الصورة بتاعت البنجوين هنا، هبص الاقي انه الفيذر جسمه كله متغطي بفيذر، تمام، ما عدا رجليه. علشان كده هو هنا لما كلمني هيكلمني عن الادابتيشن للبودي بتاعه وادابتيشن للفيت بتاعته. فالبودي بتاعه انا زي ما انا شايف من الرسمة كده بالظبط، هو ايه؟ البودي covered with dense feather. يعني ايه dense feather؟ يعني عنده ريش كتير قوي. تحت الريش ده بقى في ايه؟ في تاني حاجة بقى، في thick layer من الفات. يبقى البودي بتاع البنجوين عنده حاجتين بالظبط. مين هما الحاجتين؟ رقم واحد هنحط تحتها خط dense feather، رقم اتنين thick layer of fat. طيب يا ترى الاتنين دول بيعملوا ايه؟ keep its body warm. حلو جدا. ايه الموضوع؟ احنا الشتا لما بتيجي بنعمل ايه؟ بنلبس هدوم فوق هدوم فوق هدوم، وانا خارج بلبس الجاكيت بتاعي وبلبس الشراب وبلبس الكوتش بتاعي او الشوز، يعني بنعمل عمايل رهيبة. طيب، ده بيعمل ايه؟ البنجوين ده عايش ازاي وسط التلج ده؟ قالك ربنا بقى سبحان الله خلق له الجاكيت بتاعه. الجاكيت بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن تو layer. نمبر 1 dense feather، نمبر 2 thick layer of fat. اوعى تنسى. طيب حلو قوي. يلا بقى نبص على الايه، على الفيت بتاعته. ايه ده يا مس؟ ده لا عنده فيزر عند الفيت، ولا يا عيني بيلبس شراب ولا بيلبس شوز، امال عايش ازاي؟ يلا بينا دلوقتي هيكلمنا يقول لنا عايش ازاي. بيقول لنا سبحان الله، بالرغم من انه بيمشي كده حافي على التلج، الا انه جسمه بيفضل دافي ورجله بتفضل دافية. طب ازاي الموضوع ده؟ بيقول لنا السر في حاجة مهمة جدا اسمها البلاد فيزل بتاعته. يعني ايه بلاد فيزل؟ يعني الاوعية الدموية بتاعته. دي حاجة هندرسها بعدين ان شاء الله في جريد 6. اوكي. طيب، البلاد فيزلز بتاعتنا او البلاد فيزل بتاعت البنجوين عنده نوعين من البلاد فيزل. واحدة منهم بتشيل الكولد بلاد، والتانية بتشيل ورم بلاد. طب يا ترى الكولد بلاد دي جاية منين؟ اهو
ادي البنجوين والسنو تحت، فطبيعي انه هنا السنو تلج، فالمنطقة دي هي اللي فيها الايه، اللي فيها الكولد بلاد. فالكولد بلاد بيكون تحت فين؟ في الفيت، فبيطلع فوق ويروح فين؟ ويروح ناحية البادي. يبقى بعض البلاد فيزلز بتاخد الكولد بلاد وتوديه فين؟ وتوديه اب، بتطلعه فوق. وبعض البلاد فيزلز التانية جايباله ايه؟ بلاد دافي حلو، فبتوديه فين؟ فبتوديه داون to the feet على طول. حلو قوي، بالظبط زي الرسمة اللي هو ايه، اللي هو رسمها لنا هنا. رسم لنا ايه في الرسمة دي؟ رسم لنا الاتي. اول حاجة خالص ادي كولد بلاد والسهم طالع لفوق، يبقى ماشي ايه؟ يبقى ماشي اب. وادي البلاد ومكتوب عليه الورم بلاد، ودي ماشية داون. داون فين؟ لحد الفيت على طول. طيب هيجي يسألنا سؤال مهم جدا هنا في المنطقة دي، ويقول لي give reason. عايز ايه؟ بيقول لنا بالرغم من انه الفيت بتاعة البنجوين دي ما عندهاش ولا فيزر ولا دنس ثيك لير، الا ان هي اللي بتساعده ان هو يعمل سرفايف، يقدر يعيش في الكولد كلايمت ده. طيب الإجابة بتاعتنا two parts. أول حاجة خالص هقول له الكلمتين اللي أنا عرفتهم فوق، إن عنده بعض البلاد فيزلز بتعمل إيه؟ bring cold blood up، وبعض البلاد فيزلز bring warm blood down to the feet. طب وبعدين وهما الاتنين ماشيين بالطريقة دي في طريقهم هنا اهو، الاتنين بيحضنوا بعض، بيعملوا ويف، بيلفوا على بعض. لما بيلفوا على بعض بيعملوا ايه؟ السائع مع مع الدافي بيعملوا ايه؟ بيدفوا بعض. خلاص، يبقى هنا بيقول لي انه البلاد فيزلز that carry warm blood خلاص بتعمل ايه؟ wave around البلاد فيزل اللي شايله مين؟ الكولد بلاد from the feet. علشان كده بيحافظ على الايه؟ على رجله دايما دافيه. يبقى اجابتي في السؤال ده بتعتمد على two parts. انا لازم اكون البيز بتاعي عارفه انه عنده two blood vessels، واحد بيكون شايل الكولد بلاد والتاني بيكون شايل الورم بلاد. رقم 2، الاتنين بيعملوا ايه؟ wave around each other. خلاص، علشان ايه؟ علشان تكون النتيجة في النهاية انه يفضل دافي وعايش كويس. تمام؟ تمام يا حبايبي، اتمنى يكونوا الدرس ده فهمتوه حلو، ونكون حفظناه مع بعض، ونحط خط تحت الحاجات المهمة. وهقابلكم ان شاء الله في الدرس الجديد. سلام عليكم.